أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عاطر بذكر الله. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ سلوى جودة. يا رب تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. شايفين طاجن شوربة الخضار الهايل ده؟ الطاجن ده طعمه تحفة. وانسي بقى شوربة خضار العيانين وياعة والكلام اللي ولادنا بيقولوه ده، انسي خالص. الشوربة دي ليها طعم مختلف خالص وليها تحريشة جميلة كده، هتعجب كل أفراد الأسرة. وطريقة تسوية الطاجن مش هتخلي شوربة الخضار بتاعتنا تتهري خالص. ليها تيست كده جميل ومذاق جميل، وبتخلي الخضار كله صحيح، مفيش حاجة بتتهري. يلا بينا بقى نشوف الشوربة الهايلة دي هتتعمل ازاي. بص يا حبايبي، يعني طالما شوربة الخضار غير بتاعة الطبيخ، بتبقى بالحجم الصغير اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. معايا كوسة ومعايا بطاطس ومعايا جزر لو عندك خرشوف، لو عندك فاصوليا خضراء الرفيعة الحلوة دي، بلاش اللي بتبقى مش طازة دي. تمسكي الفاصوليا تقطميها في ايدك كده، لو اتقطمت معاكي ولقيتيها فيها مية من جوه تبقى دي طازة. ومعايا بصلاية ومعايا شوربة. والشوربة حبايبي بحب ابيتها في التلاجة واشيل الطبقة الدهنية اللي عليها، لان شوربة الفراخ بتنزل دهون كتير قوي. انا شايلة طبقة الدهون من عليها وهوريها لكم وانا بطبخ دلوقتي. وفي معايا كرفس وشبت، بس انا مفرزاه هوريكم وانا بعمل الاكل بنزله على الحل على طول. وفي شعرية. انا بشرت البصلة وكان معايا زبدة، هي حتى كانت موجودة مع الحاجات اللي انا حطاها. حطيت يعني حتة زبدة وشوية زيت نباتي، وبعد بقى ما فرمت البصلة وفرمت معاها فص توم واحد بس. هيدي برضو الشوربة طعم حلو. وشوحت بقى البصلة كده زي ما انتوا شايفين، مش هحمرها، انا مخليه النار متوسطة وشوحتها شوية بس كده. حبايبي بعد ما شوحت البصلة تمام، انا كنت بشوحها في طاسة على فكرة، نقلتها بقى في حلة وهعلي بقى نار. كنت مهديه النار خالص، هعلي بقى النار كده واشوح الخضار بتاعي مع البصل. الخطوة دي بتدي شوربة الخضار طعم جميل جدا، وهي الخطوة دي اللي مش بتخليها لي اكل عيانين. تمام. يا ريت يا حبايبي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لان زي ما بقول لكم ان القناة محتاجة دعمكم. حبايبي كده الخضار بتاعي اتشوح، شايفين خد لون تاني اختلف خالص اهو، شايفين وابتدى يدبل، اخد شكل الدبلان كده شويه كده. خلاص الخضار بتاعي اتشوح. طب ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ هنزل بالشوربه. هنزل في الشوربه فين؟ الخطوه بقى الجميله قوي قوي اللي هتاكلي منها اجمل خضار، هنحطه في الطاجن الفخار بتاع الرز المعمر. حبايبي انا نزلت بالخضار بتاعي اهو في الطاجن، وحطيت شوية كرفس وشوية شبت، هم انا مجمداهم ومفرزاهم، لما بينزل عليهم الشوربة بيرجعوا يبقوا طازة تاني. ولو ما عندكيش كرفس ممكن تحطي بقدونس. والشبت بيدي تيست عالي قوي قوي لشوربة الخضار، بيخلي طعمها تحفة. بس يعني ما نكترش، يعني كام عود كده بنقطعهم وبنحطهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل كده بالشوربة بتاعتي. شايفين الخضار رجع اخضر ازاي اهو؟ بصوا الخضار اهو، احنا مطلعاه من الفريزر اهو، بصوا رجع اخضر طازه خالص اهو. تمام. والراعي الرسمي لوصفاتنا
مرقة الخضار اهي، شايفينها اهي. هدوبها في شوية شوربة واحطها، وانا مسخنة الفرن من حوالي 10 دقايق. هدخل بطاجن الخضار بتاعي على الفرن، وزي ما انا معوداكم هحطه في الصاج الاول. بحطه في صاج كده عندي بتاع التوستر صغير شويه. انا كده حطيت الشوربه بتاعتي وحطيت مرقه الخضار، وعايزه اقول لكم ان انا ما احتاجتش احط ملح، لان انا ببقى محدقه الشوربه بتاعت الفراخ شويه عشان الفراخ بتاعتي يبقى طعمها حايق وحلو. تمام. فانا كده خلاص هدخلها بقى الفرن، وزي ما بقول لكم الطاجن ما بيتحطش على البوتاجاز. هدخل الطاجن على اعلى درجة حرارة، وبعد بقى ما احس انه كده سخن قوي يعني والشوربة كده بتغلي، اخلي الحرارة على 200. نيجي بقى للخطوة الجميلة دي. انا سخنت الطاسة قوي ونزلت بحبة شعرية، لا حطيت سمنة ولا زيت ولا اي حاجة. اللي متابعيني هما اللي عارفين. بعد ما بسخن الطاسة وبنزل بالشعرية بديها تقلبتين، واروح مهدية النار خالص، وافضل بقى احمصها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي. حبايبي كده الشعرية بتاعتي اتحمصت اهي، شايفين واخده لون ذهبي جميل اهي. عايزه تفتحي عن كده مفيش مشكله، بس هي لما بتنزل الشوربه لونها بيبيض بيفتح. انا بحبها باللون ده. وعلى فكره ممكن تشيليها كده، يعني لو انت محمصه كميه هي ولسان العصفور وشلتيهم كده في علبه خارج التلاجة، على فكره زي المكرونه العاديه ما بيجرالهاش اي حاجه، بتقعد عندي فتره كبيره جدا. تمام. وانا بقى بوريكم الخضار. ما قلتلكمش ان انا الكوسه مش بقشرها، انا قايله لكم قبل كده القيمه الغذائيه بتبقى بين القشره وبين الكوسه نفسها، فما بقشرهاش. انا بغسلها حلوه قوي وبمسحها بمناديل مطبخ وبستخدمها على كده. خلاص نشوف بقى هنعمل ايه بالمكرونه دي. شايفين الطاجن عامل طبقه كده على الوش جميله، وعلى فكره هي طريت كده. بقى هنزل بالشعريه بتاعتي خلاص يا حبايبي، واقلبها في الخضار بتاعي. هو كان عامل قشره جميله على فكره، بس انا المكرونه دي ما بتاخدش تسويه كتير، فضروري تتحط في الاخر. اقلبها بقى وادخلها الفرن تاني. حبايبي وبكده عملنا الطاجن الجميل ده. شايفين القشره الحلوه اللي على الوش دي؟ بعد ما نزلت بالشعريه يعني يا دوبك دقيقتين كده، وطفيت وسبتها جوه الفرن شويه عشان الشعريه تتشرب كده مع شوربه الخضار. وطريقه التسويه دي حبايبي مهما سويتي الكوسه الخضار بتاعنا ما بيتهريش زي ما بنحطه في الحله على البوتاجاز، بتحتفظ بشكلها كده لاخر معلقه في الكوسه. يا رب يا حبايبي وصفتي تعجبكم، واشوفكم على خير في وصفه جديده من مطبخ سلوى جوده.